مساء الفل يا ست الكل. النهارده هنحط مع بعض ملح لغسالة الأطباق لأول مرة. الست اللي جايبة غسالة أطباق ومش عارفة ازاي تحط فيها ملح لأول مرة، أنا هقول لكم تعملوا ازاي. وكمان نحط ملح في غسالة الأطباق بعد ما استخدمناها، يعني تانك الملح بيكون مليان مية، ازاي نحط بقى الملح وتانك الملح مليان مية. أنا هقول لكم على الطريقتين. طيب كمية الملح لو أول مرة هنجيب عبوة زي دي تقريبا كيلو ونص، هناخد منها كيلو ربع غالبا أو كيلو ونص، ده لأول مرة. طيب بعد كده تاني مرة مثلا هتحط الملح، بتعبي التانك كله لحد ما الملح يبان على وش الغطا كده، على وش التانك بيبقى كده اتملى فل. طيب نحط بقى الملح لغسالة الأطباق الجديدة ازاي؟ هنجيب كيلو ونص الملح، هنقسمه على ارباع، بلاش ارباع، خليها كوباية ملح نفضيها في التانك، كوباية ملح، ونجيب ربع كوباية مية نفضيها بعد كده في التانك، ونجيب معلقة سيليكون زي دي طرية ونقلب بالراحة، بلاش نخبط في التانك عشان ما يتخربش. بعد ما قلبنا أول كمية نجيب تاني كوباية ملح ونفضيها، بعد كده ربع كوبايه ميه ونفضيها ونقلب. بس خلي بالك يا ست الكل، ما نقعدش نقلب في الملح عشان يدوب، هي تقليبه واحده بس كده، الميه جوه الملح والملح مش بيدوب، الملح النظيف. عشان كده انا لما بقول نجيب ملح نوع كويس عشان ما يدوبش بسرعه، زي اللي بيجيبوا انواع رديئه ناعمه بتدوب بسرعه في قلب الميه. وهكذا كوبايه ملح ربع كوبايه ميه لحد ما نلاقي الملح طلع فوق التانك على وش التانك، شفناه بعينينا كده تانك الملح اتملى. وبعد كده اهم نقطه، نقفل تانك الملح كويس جدا. واحنا بنحط الملح بقى الاهم من ده، مفيش حبايه ملح تنزل في ارضيه الغساله يا ست الكل. بعد كده هنقفل كويس جدا. في بقى معلومة مهمة جدا، ما تحطيش ملح في الغسالة إلا لما تبقي عارفة إن أنت بعد ما تحطي الملح هتشغلي الغسالة. ضروري بعد ما نعبي تانك الملح نشغل فورا دورة غسيل كاملة، ولو ما عندكيش مواعين تعملي دورة شطف. يعني لو لمبة الملح نورت، حتى لو الغسالة شغالة سيبيها شغالة زي ما هي وتصبري، ما تعبيش بقى بعد ما تخلصي، لا تيجي تاني يوم مثلا انا عندي المواعين اهي جاهزه، دلوقتي هروح اعبي ملح واشغل دوره الغسيل مباشره. تعالوا اقول لكم بقى انا عملت تركايه. هو احنا بنحط القمع ده بنفضي فيه الملح في التانك، لكن في غسالات بتيجي من غير قمع طبيعي، نقوم عاملين رقبه الازازه، تحطها في تانك الملح كده وتفضي الملح بتاعك تمام. تركايه تالته، انا اشتريت القمع ده ولكن الملح بتاعي خشن، ما كانش بينزل من القمع. بسيطه، المكان ده قطعته، وسعت الفتحه وكده كده يشتغل 100 100. يلا يا جماعه نعبي بقى تانك الملح، وتانك الملح مليان ميه، نقول بسم الله ونشوف ايه اللي هيحصل. اهو تانك الملح مليان ميه زي ما انتم شايفين، دي مليان اهو، مليان ميه. هنحط القمع كده ونقول بسم الله. طبعا في ناس بتستخدم ده وفي ناس بتستخدم ده، وتحط كده عادي جدا براحتكم، الاسهل ليكم. ناخد بالنا بقى يا جماعه، الميه اللي نزلت دي، الميه نزلت طبعا بتطلع من التانك، بنحط ملح الميه تطلع لفوق عادي جدا. كملي يا ست الكل وعبي تانك الملح على اخره، والميه اللي تطلع دي، عشان كده لما قلنا الميه دي، لما قلت لازما بعد ما تعبي تانك الملح بشكل كامل تشغلي دورة غسيل، علشان خاطر مباشرة، عشان خاطر الميه اللي بتطلع دي فيها نسبة املاح الغسالة ما تصديش. ناخد بالنا واحنا بنعبي تانك الملح مفيش نقطة ملح، حبة ملح تنزل في ارضية الغسالة، ضروري جدا منعا للصدى. عبي لحد ما نشوف بعينينا ان الملح طلع لفوق كده. يا جماعه انا خلصت. طبعا انا ما عبيتش تانك الملح يعني، لان انا اصلا كان الملح بتاعي تمام وفل، بس انا حبيت اعمل التجربه قدامكم وتشوفوا ازاي بنعبيه، ومفيش قلق خالص من الميه اللي بتطلع من تانك الملح. المهمه ما حدش ينساها يا جماعه، اهي السيليكون اهي، تقليبه واحده كده يعني بالراحه، ما ننزلش دي للاخر تحت، لا تقليبه بالراحه كده بس كده. النقطة المهمة اللي بعد كده، الغطا ده يتقفل كويس جدا بس بالراحة، ما عشان ما نبقاش ايه يروح ويجي كده، نعرف ان هو بيربط كويس ونسمع صوت التكة اهي، التكة الأخيرة دي عشان خاطر ما يسربش هنا
ويعمل صدى في المنطقه دي وفي ارضيه الغساله، ودي مشكله بتواجه ناس كتير جدا. دلوقتي انا هرجع كل حاجه واشغل دوره غسيل كامله، او لو انا ما عنديش بقى مواعين هشغل شطف. انا عندي مواعين ومجهز نفسي هشغل دوره. اما الملح الباقي لازم يتحفظ في علبه بعيد عن الهواء، بعيد عن الرطوبه، وبعيد عن الاطفال ما يلعبوش فيه. ويا ريت نكتب عليه ملح لغسالة الأطباق، عشان في ناس ما تروحش تحط مكانه مسحوب، ما تحطش مكانه مش عارف ملح طعام، والبلاوي اللي بتحصل. كلمة أخيرة يا جماعة، الملح مهم. الملح مهم مع البودرة، الملح مهم مع الإقراص، مهم جدا. تحافظي على غسالتك من الكلس، تحافظي على غسالتك من بواقي المسحوب، تحافظي على الأجزاء الداخلية لغسالتك. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، والدعوة الحلوة يا ست الكل. شكرا.